ظهر اليوم وهو لفتح إيران وتصريحاتها العدوانية ضد بلاد الحرمين، ونعلن وقوفنا خلف قيادة المملكة والقرارات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب. نووية. المملكة العربية السعودية كانت دوما تقف إلى جانب باكستان، في المقابل باكستان أيضا وقفت إلى جانب المملكة العربية السعودية في عدة مناسبات، من بينها حرب الخليج الأولى، وإضافة إلى وجود حتى هذه اللحظة توجد هناك بعض الوحدات العسكرية أو المدربين العسكريين الباكستانيين الذين لا يزالون متواجدين في الأراضي السعودية. هناك تبادل للخبرات العسكرية بين البلدين، هناك تمرينات مشتركة من بينها تدريب الصمصام وتدريب شهاب واحد لمكافحة الإرهاب، وإضافة إلى ما يقوم به البلدين من تدريبات مشتركة على صعيد المناورات العسكرية البحرية والتعاون الأمني والاستخباراتي، إضافة إلى التعاون الاقتصادي. المملكة العربية السعودية تعتبر من أبرز الدول الداعمة لباكستان اقتصاديا، والاستثمارات السعودية في باكستان تعتبر الأكبر على مستوى العالم العربي، وربما على الصعيد العالمي أيضا أو دول العالم. إضافة إلى ذلك العمالة الباكستانية والمغتربين الباكستانيين في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج الذين ربما يصرفون أو على نحو 7 ملايين باكستاني يستفيدون من هذه العلاقات المتينة والتاريخية بين باكستان والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج. نقطة أول السطر: من أجل أن يستعيد أمراء آل سعود الهيمنة على اليمن، المطلوب أن يسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي، ومن أبناء الشعب اليمني، ومن أبناء الشعوب العربية ضباط وجنود. لا يودهم لا سمح الله. طيب شكرا لك، تفضل. بالنسبة للموضوع الحوثيين واطلاق الصاروخ، يا أخي لا أدري إلى متى المملكة ستنتظر. يجب عليها أن تبادر، لأنه هو يجب مواجهة رأس الأفعى. لا حوثي ولا غير حوثي، هي إيران بالنهاية. طيب الآن يعني لا يمكنك أن تهاجم طهران، ولكن على الأقل هذه الشراذم المنتشرة مثل الفطر الآن في عالمنا العربي يجب علينا أن نتخذ إجراء بشأنها. هناك من كفرنا في الخزعلي، كفرنا في العراق وهو تحت حماية حكومة بغداد. هؤلاء الشرذمة يستهدفون مكة المكرمة. كثرت هذه الشراذم الضالة التي تنتشر تدعمها إيران صحيح. ماذا علينا أن نفعل؟ هل علينا أئمتنا الآن أن يتصرفوا ويعطونا فتوى في الأمر؟ ساستنا، شعوبنا، شو المطلوب؟ يعني هذه الأمة لا يمكن أن تنام وهي مهانة. والله نحن في خطر كبير أخي صالح، ولا يجب على الأنظمة العربية أن تنتبه. الشعوب جاهزة كما تعرف، أنت جاهز وأنا جاهز. هاي مكة، هذا خط أحمر لا يجب يعني السكوت عليه. أنا برأيي يجب المواجهة مع إيران نفسها وتهيئ الشعوب لذلك. شكرا لك سعد. من اعتقادك أو حسين، باعتقادك الآن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيصبح من المعقول أن كل مرة يقول الإخوة الحوثيين ونمد لهم اليد ومتمسكون بالسلام، يعني يصير هو سعيد باستهداف مكة إذا قالها بعد الآن، أليس كذلك؟ والله بالنسبة يعني لهذا الوضع يعني لا يحتمل، ونحن خلاص وصلنا إلى حد، لأن هؤلاء يعني القتلة لازم القصاص العادل. وبالنسبة لتعديهم على مكة المكرمة أقول لهم إنها ليست ملك للمملكة العربية السعودية وحدها، وجيش المملكة العربية السعودية هو 1.5 مليار مسلم. لا يمكن القبول بهذا الشيء مطلقا. وأقول لملك الحزم: عليكم بدعم اليمنيين، وعليكم بدعم العراقيين السنة وكذلك السوريين، لأن إيران تستهدفنا بعقيدتنا. والآن يعني خلاص لا يمكن، ولا قلنا يوم كل الثور الأبيض، لا يمكن السماح لهذول المتطاولين السفيهين أن يتطاولون على مقدساتنا. هذا الكلام هذا خط أحمر ولا يمكن، وادعوا للنفير العام، وكل إنسان يحمل السلاح داخل اليمن عليه أن يقتص من هذول القتلة. شكرا لك حسين من جدة.
وتأييد سياسي صريح ودعم عسكري غير مشروط عبرت عنه باكستان ضمن مواقفها الداعمة للسعودية، وذلك عشية زيارة ولي عهد السعودية إلى باكستان. في إسلام آباد قيل للأمير محمد بن سلمان ومن أعلى رتبة عسكرية إن احتمال تعرض أمن دول الخليج وسيادة أراضي المملكة للخطر من شأنه أن يثير عاصفة من الردود الشديدة انطلاقا من باكستان وعلى أكثر من مستوى. التأكيدات والتعهدات التي قدمها قائد الجيش الجنرال رحيل شريف للأمير محمد بن سلمان تعد التزاما باكستانيا بوضع كل مقدرات الدولة وإمكانياتها وبإرسال جنودها والعمل على المستوى الاستخباراتي للدفاع عن دول الخليج حال تعرضها لأي تهديد. سياسيا، وبعد سماع وجهة النظر السعودية إزاء تطورات الوضع الراهن في المنطقة ومآلاته، أعربت باكستان عن وقوفها إلى جانب المملكة واستعدادها التام ربما مستقبلا لممارسة دور يقرب بين الرياض وطهران. سيأتي وقت مناسب نمارس فيه دورنا للتوسط بين السعودية وإيران، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر المتباينة بشدة في المرحلة الحالية. تعهد باكستان بالدفاع عن الخليج وعن السعودية تحديدا يدل على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، التزام ستضع إسلام آباد بموجبه ترسانتها العسكرية الضخمة في خدمة السعودية لمواجهة أي مصادر خطر محتملة على أمنها. لم تقرر باكستان بعد التوسط بين السعودية وإيران، لكنها قررت وأعلنت التزامها بذل كل ما هو ممكن للرد وبعنف على أي محاولة للمس بسيادة الأراضي السعودية أو بأمن دول الخليج. عبد الرحمن